بينما تحاول معظم حيوانات براري غرب أمريكا تجنب المعارك، كبش الجبال الصخرية يستمتع بالقتال. الجبال الصخرية بأواخر نوفمبر، وهو موسم التزاوج. ستتقبل الإناث التقدمات خلال 15 يوما فقط، إما الآن أو أبدا. بالنسبة إلى الوحوش المتلهفين، ليس هناك وقت للرومانسية. بوجود منافسين كثر تكون القتالات دوما وشيكا. كبش متطرف يصل من الغرب، وعمره 7 أعوام بأوج بلوغه، وهذا أول عام له يخوض فيها عملية التزاوج، ولكن ذلك لن يكون سهلا. وليتزاوج مع الإناث عليه أن يكون الكبش المهيمن، وعليه النضال للوصول للقمة. يتحدى ذكور القطيع هذا واحدا تلو الآخر. في منطقة القتال هذه، القوة وقدرة التحمل تحدد الفائز. الكبش المتطرف يركز اهتمامه على خصم واحد، وعمره 5 سنوات وأكثر وزنا ب5 كيلوغرامات. يختبر ذكورة غريمه بهذا النخس غير اللطيف. الكبش الدخيل يتحداه بمواجهة، وهي دعوة لا يمكن للكبش الأكبر رفضها. يبدوان بداية أنهما يريدان الهدنة، ولكنهما يصبحان لاحقا كمطلقي النار في البراري الغربية، يلتفان ويهاجمان. قوة الضربة تعادل 30 كيلومترا بالساعة، ودفعة يمكن أن تقتل الإنسان فورا. هذه الكباش مزودة بسلاح فعال. وزن القرن 13 كيلوغراما، وهي أثقل من عظام جسدها مجتمعة معا، و20 سنتيمترا من المادة القرنية اللينة تمنعها من التهشم خلال المواجهة. يجب أن تقضي هذه الهجمات على الخصمين، ولكن جماجمها مخصصة للتصدي للضربات. جبهتها أكثر سمكا من جبهة البشر ب3 مرات، وفي داخل الجمجمة شبكة أعصاب جبينية تمتد للقرنين، وتخلق منطقة سحق عند الهجوم، وتهز الدماغ كحبة جوز الهند في قشرتها. ولكن إن كانت الضربات قوية كفاية، قد يموت الخصم من عدة صدمات شديدة. ينتقل الكبش الداخل أعلى التلة لكسب الأفضلية. المكان الأعلى يزيد قوة الهجوم، يمكنهما من التواجه هكذا طيلة اليوم. ولكن الكبش المسن لا يستطيع تحمل الضربات الساحقة، عليه الانسحاب.